بحناجر ملؤها الحنين إلى وطن يمضي سريعا صوب تجسيد أسمى مسارات التجديد والتشييد صدحوا. أبناء الجالية الجزائرية في مختلف أنحاء أوروبا التحفوا هنا وسط باريس حب الجزائر والافتخار بها في مناسبة عيد النصر. اليوم في 19 مارس وقفنا في الكولونيل فابيان لكلمة واحدة، أنه تحيا الجزائر وتبقى الجزائر موحدة، وهذا هو الإعلام. الإعلام هذا هو إعلامنا، رانا واقفين على جالو وبنقولوا كلمة. الكلمة الدوزيام رئاسة الجمهورية لتبون، أخدم الله يعاونك. تحيا الجزائر، تحيا الجيش، وتحيا بلادي. احنا كجالية جزائرية رانا نحملوا الجزائر في دمنا، ونحملوا الجزائر في عقولنا، ونحملوا الجزائر في قلوبنا. Nous portons cette Algérie dans la chair, dans l'os, dans le sang. Nous la porterons jusqu'au dernier souffle. التمسك بالوطن الأم ليس مجرد شعار يردده المئات ممن غصت بهم ساحات فرنسا وبريطانيا وغيرها، فالمكتسبات المحققة مؤخرا لمبعث فخر لهم ورد منهم على كل المشككين والمتحاملين على الجزائر. الساقين كل الناس أقلع ذا من ميل ساولض أمنيني مرحبا نكوني ذا الراويم ذا أني غدا هي ذي ثمور أذيني غساقين ذا سيف نوسان الساقي ذا سيف نوسان الساقين أما كنا دينيض ذا سن أول نوفمبر أسميت كان تيغري أول نوفمبر ساحة كولونيل فابيان من باريس، وخاصة هذه الراية تاع الجزائر ترفرف هنا، هذا شرف لنا وكل الجزائريين. وما ننسوش كذلك عندنا الأصدقاء والأحباب اللي جاوا من كل أوروبا، من إيطاليا، من إسبانيا، من إنجلترا، من روسيا. هذا شرف لينا باش الناس نبلغوا لهم، ماشي قال كاع الناس الأمريكا هنا عايشين في باريس. مشاهد ومحطات كهذه لا تعبر فقط عن مشاعر الوطنية التي ما فتئت تتقوى وتنمو لدى أبناء الجالية الجزائرية، بل تبرق برسائل التشبث بمبادئ الوحدة الوطنية والعزم على التصدي لكل محاولات استهداف بلادهم. وحدة الصف اليوم مبدأ لا يقبل المساس به مهما كان الثمن.